أهلا بكم في أنس الحيوان. أنا ميرو، ودي قناتي، وأتمنى تكونوا بخير وسلام. لو عندك قطة أو كلب أكيد شفتوا منهم تصرفات غريبة جدا خلتك تحتار. مثلا تلاقي القط بيقفز بالليل أو يبصلك من غير ما يرمش. أهلا بكم مرة تانية في همس الحيوان. النهاردة في همس الحيوان هنتكلم عن أغرب 7 تصرفات بيعملها الحيوانات الأليفة ومعناها الحقيقي. وصدقني لو فهمنا التصرفات دي، وأكيد بعد الفيديو ده هتفهموا، فعلاقتك بحيوانك الأليف هتتغير تماما وهتبقى الأفضل والأحسن. 1. القفز في نص الليل. تلاقي القط فجأة يقفز على الكراسي أو الأنتريه أو المكتب. ده معناها إن عنده طاقة زيادة. الحل لازم نفرغها له، لازم نخصص وقت للعب معاه قبل النوم، وهتلاقيه ينام بهدوء، وانت كمان هتبقى نمت وتبقى مرتاح هو كمان. 2. مضغ الشوزات أو الأحذية أو حاجاتك الشخصية. الكلب مثلا ممكن تلاقيه بيمضغ في الشوز أو المخدة أيا كان. ده طبعا مش معناه ان هو بيخربها او ان هو بيخرب الحاجات، لا، ده دليل على ان هو متوتر جدا وعايز اهتمام. الحل لازم نوفر له برضو وقت للعب مخصص، للألعاب مخصصة، ونلعب معاه برضو، نجيب له ألعاب مخصصة للمضغ، وهتلاقيه هو تماما ترك الموضوع ده ومش لا يمسك شوزات أو مخدات، لأنه يبقى عنده البديل، وهيكون أفضل طبعا بالنسبة له على أسنانه عشان ما تتأثرش، فده هيكون كويس جدا وحاجتك هتبقى سليمة. 3. التحديق الطويل فيك. يعني القط أو الكلب فجأة كده تلاقيه بيبصلك فترة طويلة أو يبصلك على طول من غير ما يرمش عينه. ناس كتير بتفتكرها ان اللي بيعمل كده هو خايف خوف او بيواجهك. لا، مش كده خالص، لكن الحقيقة ده اكبر دليل على الحب والثقة. لو حيوانك بيعمل كده هو بيقولك انا مرتاح معاك جدا جدا ومبسوط، لانه عايز يشوفك على طول، هو مبسوط انه معاك، فهو مش خايف منك، بالعكس ده واثق فيك جدا لانه قاعد يبصلك باهتمام. عايزة كمان انت تهتم بيه، وممكن لو قطة او كلب تطبطب عليه لانه هو محتاج انت تطبطب عليه، تعبر له برضه عن حبك ليه زي ما هو كمان بيعبر لك عن حبه ليك. رابع حاجة احضار لعبة او هدية غريبة. يعني ممكن القط يجيب لك حاجة اصطادها، يجيبها لك عند، طبعا دي حاجة غالية جدا بالنسبة له لأنه حاجة هياكلها لو هو بيصطاد أو حاجة زي كده. أو الكلب بيجيب لك الكرة بتاعته دي طبعا بالنسبة له حاجة غالية عليه قوي لأنها بيلعب بيها. فدي مش حركة عشوائية، يعني دي هدية. هو بيقول لك بالظبط كده، كأنه بيقول لك أنا بحبك وبشاركك أهم حاجة عندي، لأن بالنسبة للكلب الكرة أهم حاجة عنده، بترميها له بيلعب بيها، فدي أهم حاجة عنده. القط بالنسبة له طبعا الحاجة اللي بيصطادها دي عشان هياكلها، فلو يجيب لك حاجة هو اصطادها حطها عند رجلك، ده بيدي لك أغلى حاجة عنده، فكده بيقول لك أنا بحبك وبدي لك أغلى حاجة عندي. 5. النباح أو المواء عند الباب. يعني مثلا فجأة تلاقي الكلب بيهوهو أو القطة تنونو بطريقة غريبة مش العادي بتاعها، أو الكلب برضو. ده طبعا ساعات تلاقيه واقف بصوت كده يصوت عند الباب أو عند الشباك حتى. السبب هو حاسس بوجود حد غريب، مش مثلا ده هو بيعمل كده وخلاص الكلب او القط، لا، هو حاسس بحاجة غريب عند الباب او عند الشباك، ولازم طبعا لازم نخلي بالنا لان هو بينبهك لحاجة زي كده. يعني ممكن يكون
اي حاجة، شخص غريب واقف عند الباب انت متعرفوش او عايز يقتحم البيت عندك، فده لازم تخلي بالك، فده كويس جدا بينبهك، لانهم حواسهم اقوى مننا بكتير. هم عندهم حاستهم، بيحسوا بالحاجة اكتر مننا، بأي حركة، بقولك الناموسة بيحسوا بيها، صوت الناموسة بيحسوا بيه، احنا طبعا لأ. فلازم نثق في احساسهم جدا ونخلي بالنا. 6، النوم على صدرك او على بطنك. لما يجي بينام، ينام فوق منك مثلا، يجي على صدرك او على بطنك، ده معناه انه حاسس معاك بامان مطلق، وده اقوى شكل طبعا من اشكال الحب والارتباط. وخلي اللحظة دي دايما تكون جميلة ومتبادلة، يعني انت كمان طبطب عليه، تحضنه، لان كده بيحس برضو ان انت بتبادله مشاعره وبتبادله الحب اللي هو يتعامل معاك بيه. 7، الحفر على السرير او الكنبة قبل النوم. قبل ما ينام بتلاقي القط كده وكده بيحفروا برجليهم، او الكلب ساعات برضو بيحفروا برجليهم في الفرش او الكنبة. التصرف ده غريزي ورثوه من اجدادهم. في البرية كانوا بيحفروا علشان يعملوا مكان مريح آمن ليهم، فحتى في البيت الغريزة لسه موجودة، ما شيتش، لأن دي غريزة طبيعي بتبقى موجودة فيهم. وزي ما شفنا كده، ولا تصرف من تصرفات الحيوانات الأليفة عشوائي، كل حركة ليها معنى ورسالة خاصة. لو فهمنا الرسائل دي، علاقتنا بيهم هتكون أقوى وأسعد. ودلوقتي عايزة أسمع منكم، إيه أغرب تصرف عمله عندكم حيوانكم الأليف وخلاكم تتحيروا؟ اكتبولي في التعليقات، ممكن ناخد ونحكي الكلام ده اللي حصل معاكم في فيديو جاي. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل حب وسلام، باي باي.